أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا كان الشعر لغة فالموسيقى لغة أيضا، والجسد لغة، فالرقص والأداء الحركي واللون لغة، وحراك المجتمع لغة. هذه اللغات تتكامل فيما بينها لتنتج فنونا تجعل عالمنا أكثر جمالا وتشاركية، وهو ما نحتاجه حاليا في وسط الخراب والعزلة المفروضة علينا جميعا. يتميز الشعر بلغته الخاصة وبطريقته المميزة له في التعبير اللغوي، وكذلك محتواه ودلالاته واستخداماته. ولغة الشعر تناجي الروح وتعيش في العالم مثل لغة الموسيقى، وأن أفضل صيغ التعبير الشعري تمتلك صفة الديمومة التي تتخطى كثيرا لحظة إبداعها أو إنجازها. الشعر كتجربة إنسانية تعبير عن الانفعالات والعواطف، وأن كل أمة من الأمم استطاعت أن تخترع لنفسها عبر تاريخها الطويل وصراعها من أجل البقاء لغة راقية للتعبير عن أفكارها بإيجاز وبلاغة وقوة، يمكن أن تحرك لدى هذا الشعب أو تلك الأمة مكامن الإحساس بالجمال. وأن تذوق البلاغة الشعرية لدى أي شعب مرتبط بكون اللغة الشعرية مستقاة من تاريخه وتطوره وبيئته حتى ترتبط بعواطفه ووجدانه. ولا يمكن القول إن شعبا يمتلك البلاغة أكثر من شعب آخر إذا قارنا الناتج الإنساني الصرف. لنبقى الآن مع الكاتب والناقد ريبر هابون وحديثه عن ضيف برنامجنا نصر محمد. يعتبر الشاعر نصر محمد من الشعراء الحداثيين الذين يوظفون السهل الممتنع على نحو جميل. وقد قدمت دراسة نقدية عن ديوانه للعشق أحلام مجنحة، والتي تم نشرها في كتاب النقد كيف تصبح كاتبا حقيقيا. وسأقرأ مقتطفا عن تلك الدراسة. اختار الشاعر السهل الممتنع أسلوبا ولونا في قراءته للعالم ومحاكاته للوقت فيها. ديوان معبأ بالتنهدات الساخنة والإيماءات الكاشفة للوجود الوطن منها للوجود المغترب، وحيث أن الشعر بطبيعة الحال مرتبط بذوق المتلقي يرى فيه ما يراه، الأهم هو بقاؤه لوحة تتضمن الألوان بعتمها أو شدة ضوئها. وهكذا يمكن فهم القصيدة، ويمكن أن نستدل عليها بما نراه نحن فيها انعكاسا لما في أنفسنا، حيث استخدم نصر محمد الألفاظ البسيطة الواضحة، وابتعد عن التكلف والتعقيد، حيث يصل السلس للجميع ويطرق أبواب المكامن دون استئذان. بالطبع لا نستسهل هذا المركب، الأمر الذي يجب أن نفرق فيه بين الكلام العادي والشعر السهل الداخلي للمكامن، حيث لدى الشاعر موهبة عفوية في طور النمو والتألق تغلب على كلماته البساطة وعلى قصائده القصر، حيث يستعين بالخيال والألم، طريقتين لفهم العالم في تبدلاته وتحولاته وتناقضاته. أتمنى لشاعرنا نصر محمد دوام التألق والإبداع. قنديلنا لهذا اليوم نصر محمد، شاعر وصحفي كردي سوري يبحث عن كلمة تحتويه بكل جنونه وهدوئه
كلمة تبحث عن مكانها بين جمل الكون وبين قصائد الحياة. يعشق الحب والحياة ويعيش ببساطة، يهرب من تعقيدات الأيام، وهو في رحلة دائمة للبحث عن ذاته المفردة، عن نافذة للحب والحرية يشرعها في وجه الظلام والظلم كي توصله إلى حدود المجهول لم يصلها من قبل. تفجر معالم المجهول في نفسه وتكشف عن مواطن الصدق والبهاء. ما يريده قد يكون بسيطا ومعقدا في نفس الوقت، لكنه يريد أن يغير ربما ما يراه يستحق التغيير من منطق الجمال والخيال والواقع، وخلق عالم من الجمال الحقيقي بعيدا عن زيف الكلمات والبدايات. ولد نصر شكري محمد في مدينة عامودة بمحافظة الحسكة في 7 من شهر تشرين الأول عام 1967، والتي تسمى منطقة شمال شرق سوريا، وهي معروفة بتاريخها الثقافي الغني. عامودة هذه المدينة المتميزة والتي تعتبر منبع العلم والثقافة والفنون ومنارة متقدة لا تخبو شعلتها، فقد خرجت ولا زالت الكثير من الشخصيات التي بقيت حاضرة في سجلات تاريخها الغني. لذا كان لا بد من تخليد سير تلك الشخصيات لتبقى تجاربها الثرية في الحياة دروسا تنهل منها الأجيال الصاعدة خبراتها الحياتية، فتقتدي بها وتترك مثلها أثرها الجميل وبصماتها النيرة على دفتر الحياة. شاعرها مجنون ومجنونها فيلسوف، وفيلسوفها سكير، وسكيرها فنان، وفنانها كافر، وكافرها مؤمن، ومؤمنها شيوعي، وشيوعيها علماني. لنبقى الآن مع بعض الومضات الشعرية للشاعر نصر، فلنستمع معا. حزن العاشقين. يراقصني البحر، أدندن أغاني الفرح، ترتعش الكلمات، أتجول في ذاك الجسد، أرشف خدري، أدنو من شرفة الغسق المثير، أضاء كحزن العاشقين، يمتلكني الحب للمرة الألف، قبل ملايين الصباحات، قبل القبلة الأولى، قبل العناق الأخير. أرقص، يحضنني البحر ملء الجسد، ملء الحنين، ملء الرغبة الأولى، ملء الشوق الدفين. هكذا عاتبتني عامودة. تبكيك الأماكن حينا، والزمن يدينك باغتيال اللحظات، وأنت كما أنت لم تزل منافقا، تتناسى العهود لعقود، وتدوس عنوة فوق الورود ناكرا لها عبقها، حتى الدروب بحت بسرها، هي التي تعلم عدد خطواتك في المرواح والمجيء. وهناك القمر لا منة يعاتبك عن إشعال قنديله لتهتدي الطريق. تبا لك من خائن للعهد، وناسيا ماض لنا جميل. هكذا عاتبتني عامودة. مواعيد الفرح. لذاكرة صوتك تعزف النايات مواعيد الفرح والمرح ومواسم جني المطر. يبكي عباد الشمس من ثواني العشق لهمس الحلم، يسافر إليك في أمواج الليل، يوشوش في وسادة نومك قائلا الغياب قاتل قاتل. وطن. كم كنت أتمنى أن يكون لي وطن، لأجلس على قارعة طريقه، وأرتاح من تعب التسكع، وأبحث عن زاوية بحجم القصيدة تضم تفاصيل خوفنا. في هذه الأجواء عاش نصر طفولة قاسية في ظل الفقر المدقع الذي كان
يعيشونه. فوالده شكري محمد نزل من شمال كردستان في تركيا إلى غرب كردستان في سوريا، لم يكن يملك شيئا غير ساعديه وعمله في إعمار البيوت الطينية، فساعده مع أخيه، وهو لم يزل طالب في المدرسة الابتدائية، إذ عمل في بيع الحمص المغلي وبيع المشبك بين حارات عامودة، كما عمل أيضا حمالا أي عتالا يحمل السلة على ظهره وينقل الخضار من سوق الخضرة المسمى بسوق العرصة لميسوري الحال من أهالي عامودة. ذات يوم وهو ينقل الخضار إلى منزل الحاج خلف سارة، سأله الحاج: ابن من أنت؟ أنت من عامودة؟ خجل الطفل نصر أن يخبره عن والده وعمله. عندها تذكر العم محمد ستي والد صديقه فهيم، فقال له: أنا ابن محمد ستي. وبعدها بفترة وصل الخبر إلى العم محمد ستي، حينها فاتح والده بالأمر وقال له ضاحكا: ألا تكفيني دزينة الأولاد عندي ليأتي ابنك أيضا ويقول إنه ابن محمد ستي؟ فضحك والده وقال له بالتأكيد إنه قال ذلك لدواعي الخجل أمام الرجل. بعد أن وصل نصر إلى المرحلة الثانوية في دراسته، وبالتحديد في الأول الثانوي، عمل في صيدلية روجين، حيث كان زوجها الشاعر الراحل فرهاد حاج شلبي الذي أمن له تلك الفرصة ليساعد أهله في المصروف، كما إنه حببه في الشعر والقراءة. لنبقى الآن مع الشاعر والفنان التشكيلي علي مراد وحديثه عن ضيف برنامجنا لهذا اليوم. بغض النظر على ما يقدمه الشاعر نصر محمد من نصوص جميلة لها وقع خاص، اللي بيعجبني بالشاعر نصر محمد عناده وإصراره على التقاط المفردة وتسخيلها ضمن نص جدير بالقراءة. في نصوص نصر ثمة أشياء جديدة تطرح ربما لأول مرة. نصر محمد مسلح بذاكرة بصرية، مسلح بمفاهيم الشعر وآلياته. كل التوفيق شاعر نصر محمد علي مراد. بما أن نصر محمد عاش وولد في منطقة غنية بالثقافة والتاريخ الكردي، ونشأ في بيئة أدبية أثرت بشكل كبير على توجهاته الشعرية والأدبية، حيث بدأ منذ سنوات شبابه المبكرة بالاطلاع على الشعر الكردي والعربي، مما ساهم في تشكيل هويته الأدبية. وحدها مكتبة الحرية لصاحبها عادل قرش في منتصف شارع البلدية، تصلها الجرائد المحلية كالثورة والتشرين والبعث من مكتبة دار اللواء في القامشي، بعد وصولها من العاصمة دمشق، إضافة إلى الجرائد والمجلات اللبنانية كالنهار والشرق والحرية التي تصله كل يومين، أي إنها كانت تتأخر يوما واحدا عنها. كانت أغلب الكتب المعروضة في واجهة المكتبة لمؤلفين من الجزيرة، بالأخص من عامودة، ومنها ديوان سفر إلى عينيك بعد المنفى للشاعر جميل داري، وأفراح حزينة للشاعر لقمان محمود، والرجل الحامل لحليم يوسف، وسيرة الصبا لسليم بركات، والعشق للقبرات للمسافة للشاعر إبراهيم يوسف، وغيرهم الكثير من كتاب وشعراء المنطقة، بالإضافة للكتب العالمية مثل كتاب موت معلن و100 عام من العزلة للكاتب غابرييل ماركيز، والأعمال القصصية لأنطون تشيخوف، والليالي البيضاء لدوستويفسكي وآخرين. حينها وجد غايته في الكتابة ولم يشعر سوى بانجذابه لها في وقت كان يهتم فيه بقراءة الكتب وتفحص عناوينها التي تتوسط الأغلفة
فشعر برغبة جامحة في الكتابة، وبدأ يخط أولى أبياته الشعرية متأثرا بالقضايا الوطنية والإنسانية التي أحاطت بمجتمعه. وقد كان نصر محمد مولعا بالقراءة خاصة في مجالات الأدب والفلسفة، مما صقل موهبته الشعرية ومكنه من تطوير أسلوبه الخاص. جارتي الأومانية. جارتي الأومانية تعرف الله جيدا، تترك القمح على شباكها كل مساء وتشعل أغنية تروض وحدتها، تترك متسعا للهواء ليعبر أحلامها وتنام. جارتي تعرف أن السياسة فن الممكن، لذلك لم تفارقها الابتسامة. طوال الصباحات التي أشرقت فيها لم تكسرها الوحدة، ظلت واقفة كشجرة حور تمشط وجوه الأحبة على الحائط أمامها، تبتلع غصة وتغني. كانت تعلم أن الصوت بريدها إلى الغياب، كانت حاضرة دوما في المسافة بين العصافير والأغاني، بين الضوء والضوء. رحلت جارتي دون وداع، وتركت لي شرفة وكثيرا من القمح أتركه على شباكها كما كانت تفعل كل مساء، قبل أن أغرق في عزلتي وأضيع. صباحات عديدة مرت ولم ترجع العصافير، لم تنبت ولو ريشة واحدة على الشرفة، ربما كانت تطعمها صوتها لتغني. رحلت جارتي وتركتني وحيدا أرتب خساراتي وأنتظر عودة العصافير لتحملني أجنحتها إلى الله. ذات يوم حملت قصائدي المبعثرة تحت إبطي، مضيت بها قاصدا دار نشر تلملمها لي في كتاب صغير عليه اسمي الثلاثي، وتزين غلافه صورة جميلة. لا يهم ما تكون، امرأة شبه عارية، أو ربما رغيف خبز بيد طفلة تشبه كثيرا بائعة الكبريت. ما انقطعت مسافة ليست بطويلة، هاجمني كلب شارد. كي يكون فراري سريعا تخلصت من حمولتي، فانشغل الكلب بأوراقي المتطايرة. راح يشمشمها قليلا، عندها أدرك إنني مشرد أكثر منه. انزوى جانبا وأخذ يراقب الطريق من جديد. عدت إلى بيتي أفكر في المرة القادمة أن أحمل له سما قاتلا ليس سوى كتب تحكي عن تاريخ بعض حكام العرب. بدأ كغيره من أقران جيله بكتابة الشعر النثري الذي كان في أوج تنافسه مع بقية الأنماط الشعرية، وأول قصيدة كتبها كانت عام 1986 حين قام بنشرها في جريدة الثورة قسم الثقافي في سوريا، واكتشف أن الكتابة فعل يشبه المغامرة ورحلة البحث عن الذات وعما ينقصه. وربما ساعدته في الكتابة أيضا ترانيم أمه وهي تهز الدرجوش أي المهد، أو ربما قطرات الدلف التي كانت تتساقط في الغرفة الطينية التي كانوا يسكنونها، أو ربما الخوف الذي كان يلازمه كظل غريب. درس نصر جميع مراحل تعليمه في مدينة عمودة، الابتدائية في مدرسة المتنبي، والإعدادية في مدرسة التحرير، والثانوية في ثانوية أبي العلاء المعري. بعد حصوله على الشهادة الثانوية سجل في جامعة بيروت العربية في كلية التجارة والاقتصاد، لكنه لم يوفق في إكمال دراسته بسبب ظروفه المعيشية الصعبة. بعد ذلك التحق بخدمة العلم، وباحتكاكه مع أشخاص غرباء عنه توسعت مداركه وازداد قراءاته الأدبية. وعند تسريحه من الجيش عاد لنفس العمل لفترة وجيزة، ومن ثم توظف في دائرة حكومية لغاية الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا. حينها عمل نصر في الصحافة المحلية،
وأصبح مراسل لجريدة بيار لغاية عام 2015. ونتيجة تردي الأوضاع في سوريا بشكل عام ونتيجة الظروف المادية المكلفة قرر الهجرة إلى ألمانيا، وذلك في عام 2015 كغيره من بقية سكان المنطقة وسوريا بشكل عام. بعد انتقاله إلى ألمانيا استمر في نشاطه الأدبي والصحفي، حيث أصبح صوته جزءا من الجالية الكردية في أوروبا، مسلطا الضوء على قضايا الثقافة والهوية الكردية. لدينا ضيف الشاعر والكاتب هجار بوطاني يتحدث لنا عن تجربة الشاعر نصر، فلنستمع معا إليه. اسم لازم الكثير من الحوارات والقراءات الأدبية، دخل إلى عالم الأدباء والشعراء وحتى الفنانين التشكيليين من خلال لقاءات وحوارات قرأت له الكثير منها على صفحته الاجتماعية فيسبوك. سطع نجمه في الحداثة الشعرية والقراءات. تعمقت علاقتي بالشاعر نصر محمد بعد حضوري لحفل توقيع كتابه أو ديوانه الأول للعشق أحلام مجنحة، الذي يطرح في هذا الديوان ومن خلال نصوص رؤى تعكس الكثير من لوحات أيامنا، لوحات رسمتها الحياة ورسمها أناس لا نعرفهم وحتى إننا نجهل عناوينهم. في أوقات لم تدون في مفكرة الاستعداد وقف مؤشر الكتابة عند اسمي لأكتب له مقدمة ديوانه الثاني للحبر رائحة الزهر. كان لي شرف القراءة أولا وكتابة مقدمة تليق بتلك القصائد ثانيا. إذا ما غاص القارئ في نصوصه الشعرية يجد نفسه أمام شاعر يتمتع بكاريزما خاصة، شاعر لا تقل كتاباته إبداعا عن نصوص شاعر ذاع صيته وبات نجما في سماء الكتابة، ويتجلى ذلك من خلال هذا المقطع الشعري إذ يقول: ما إن قطعت مسافة ليس بطويلة هاجمني كلب شارد، كي يكون فراري سريعا رميت حمولتي، انشغل الكلب بأوراق المتطايرة راح يشمها قليلا، عندها أدرك أنني أتفوق عليه في التشرد. مما ذكر في هذا المقطع الشعري نقف أمام لوحة لا تخلو من الفلسفة الشعرية، لوحة تعكس وجوه العيش. نصر محمد لم يكن يتخلف عن حضور أي فعالية ونشاط ثقافي، يندفع إلى المساعدة والتعاون مع كل جهة منظمة. هذا الاندفاع جعلني أن أرشحه إلى مشاركة الفعالية الخاصة بالأكاديمية الثقافية الدولية، ثم تم انتسابه للأكاديمية وتعيينه مديرا لمكتب الأدب والشعر في مدينة هيرن الألمانية. في الواقع يعد الشاعر نصر محمد خلية أدبية تتحرك وفق الأمسيات الشعرية التي
تقام في المدن الألمانية دون الاكتراث ببعد المسافة ولا الاهتمام بالمدة الزمنية لتلك الفعاليات. أتمنى دوام المثابرة والعطاء للشاعر نصر محمد. هجار بوطاني. في كتاباته الشعرية يعكس نصر محمد معاناة الكرد في المهجر، كما يتناول القضايا الإنسانية العامة بلغة شعرية تمزج بين الرمزية والوضوح. تميز أسلوبه الشعري بجمالية لغوية خاصة، حيث استخدم الصور الشعرية بأسلوب مبتكر جمع بين الحداثة والتراث، مما جعل قصائده محط اهتمام النقاد والقراء على حد سواء. واصل نصر محمد إنتاجه الأدبي ساعيا إلى تقديم المزيد من الإسهامات في مجال الشعر والصحافة، ليكون صوتا أدبيا يعبر عن هموم شعبه وثقافته في مختلف المحافل الأدبية. بعد تلك الجهود الأدبية والنشاطات الثقافية والكتابية، قرر إصدار ديوانه الأول بعنوان للعشق أحلام مجنحة، وذلك عام 2021 عن دار الزمان للنشر والتوزيع في دمشق، وبعدها تتالت منشوراته الشعرية وحواراته الصحفية بغزارة. بالإضافة لمسيرته إلى جانب كونه شاعرا مرهف الإحساس، كان نصر محمد صحفيا بارعا استطاع ترسيخ اسمه في العمل الصحفي وأصدار كتب تحتوي كل حواراته. فلنستمع معا للشاعر نصر وهو يتحدث عن الشعر بشكل عام. للشعر بريقه وألقه الخاص، وله ذاك الإيقاع الذي يتميز به، خاصة إذا كنت تستمع للشعر من شاعره في أمسية شعرية أو جلسة بين الأصدقاء. هناك إحساس في كل قصيدة لا يصلك إلا من شاعر هذه القصيدة. الشعر هو الشعر، وستظل أيامنا هي أيامنا، وربما يتخذ الشعر استراحة محارب، لكن سيعود وستعود أيامه أقوى وأكثر تألقا وإشراقا من ذي قبل. منذ البدايات الأولى ارتبط الشعر بالتعبير عن حالة واقع الإنسان وحلمه وتطلعاته، فكان بذلك صوت أعماقه ووسيلة ينشد من خلالها إلى مستقبل أفضل. حقيقة لا يمكن النظر إلى الشعر إلا وهو أحد أهم وأقدم الأدوات في عالم الإنسان. تطور الشعر يوما بعد يوم على أيدي شعراء مبدعين ليخط مساره ويحدد هويته، وأن لا يكون عبارة عن ترف فحسب، بل لتكون له هويته التي سرعان ما اتضحت ملامحها على أيدي فرسانها الأوائل. فالمبدعون الأوائل يعولون على الشعر من أن يكون عبارة عن وسيلة تدفع للعب دورها التنويري وخلاص الإنسان من ضروب المعاناة والاضطهاد. يتنوع موقف الشعراء من ارتباط الإبداع بالمجتمع، حيث هناك من يجند إبداعه في سبيل القضايا العامة، وهناك من يغترب عن أسئلة هؤلاء العامة ويدير لها ظهرها. لقد تغير الحس الجمالي والذائقة الفنية تغيرا جذريا، وصارت القصيدة قريبة من اللوحة الحديثة بألوانها الإبداعية المختلفة، كما تغير الإيقاع الموسيقي وفق خلجات الشاعر الوجدانية، ودخلت الأحلام والأساطير والوقائع والذكريات، وصار هاجس الشعر الحرية والعدالة والتجديد في كل شيء. تطور مفهوم الشعر الآن، وتغيرت طبيعته وجمالياته وفنياته بتطور العصر ووسائله ومعطياته.
وأصبح الشعر من المطالب والاهتمامات الخاصة. الجدير بالذكر أن الشاعر والصحفي نصر محمد عضو في الأكاديمية الثقافية الدولية، محرر في جريدة مزاج الأدبية والتي تصدر في سوريا، نشر نصوصه الشعرية في الصحف والمجلات السورية واللبنانية والمصرية، كما نشر العديد من الحوارات والمقالات في المجلات والمواقع الإلكترونية. من أعماله الأدبية المطبوعة للعشق أحلام مجنحة، مجموعة شعرية عام 2021 عن دار الزمان للنشر والتوزيع بدمشق. المجموعة الثانية للحبر رائحة الزهر، مجموعة شعرية عام 2023 عن دار النخبة للنشر والتوزيع بالقاهرة. الكتاب الثالث صدى المعاني، عبارة عن قراءات في كتب أدبية، وذلك عام 2023 عن دار النخبة للنشر والتوزيع في القاهرة. سجالات في الأدب والفن، الجزء الأول والجزء الثاني، ويضم حوارات ثقافية، وذلك عام 2023 صادرة عن دار الأيقونة للطباعة والترجمة والنشر في الحسكة في سوريا. قناديل عامودة، كتاب تراجم الإعلام، الجزء الأول، صادر عن دار النخبة للنشر والتوزيع في القاهرة عام 2024. لدينا ضيف آخر، صديق وشاعر وكاتب جيفارا معه، فلنستمع معا إليه ما قاله عن شاعرنا نصر محمد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي ومتابعي برنامج قناديل الذي يقدمه الشاعر والإعلامي مروان شيخي. سعدني أن أقدم شهادة عن الشاعر نصر محمد الذي ربطني معه علاقة صداقة وأيضا علاقة الأدب والإنسانية. التقيت مع الشاعر نصر محمد في البداية في مدينة هيرنا عن طريق الفنان والمصور الفوتوغرافي وصديق الدراسة خالد شرموز، وبعدها توطدت العلاقة بيننا وأصبحنا نتبادل في المجال الأدبي الأحاديث عن الشعراء والأدب والشعر وغيرها. والتقينا في ملتقى لأنه الحب مع الشاعر فواز أوسن، حيث كنت وقتها أيضا مسؤولا في هذا المنتدى لفترة وجيزة، وكان الشاعر نصر محمد يدير الحوارات في الملتقى. بعدها التقينا مرات عديدة في مدينة هيرنا، وقد عرض علي الشاعر ناصر محمد مجموعة من قصائده وطلب مني أن أبدي رأيي بها وتنضيدها في ملف PDF حتى يتيح له طباعتها بعد ذلك، ولكنه أيضا قدمها للشاعر إبراهيم يوسف، حيث لم يتح لي الفرصة لكتابة مقدمة هذا البيان، فكتبه الشاعر الأديب إبراهيم يوسف. وبعدها بعد فترة وجيزة تم طباعة ديوانه الأول للعشق أحلام مجنحة. هذا الديوان كنت قد قرأته مرارا قبل طباعته، لذلك بعد طباعته قدمه الشاعر لي كهدية، واستطعت أن أقدم قراءة عنه قدمتها للملتقيات الأدبية حتى يتسنى للقارئ معرفة جيدة عن هذا الديوان. توالى بعد ذلك طباعته عن شخصيات من عامودة وديوان شعري آخر، وأيضا بعض الأحاديث أو الحوارات السياسية التي طبعها أيضا في فترة سابقة. بالإضافة إلى ذلك كانت تربطنا علاقة صداقة جيدة. نصر محمد من الشخصيات المتواضعة، من الشخصيات الأدبية التي تسعى جاهدة إلى تطوير نفسها
في مجال الأدب والفكر، له علاقات واسعة مع رجالات الأدب والفكر، وطبعا لا أقصد فقط رجالات الفكر الرجال فقط، حتى النساء، لأنه يقوم بواجبه الأدبي على أكمل وجه، ويحاول أن يلتقي دائما في المنابر الثقافية ويقدم ما يستطيع. شكرا لكم وشكرا لنصر محمد، وتشرفوا بهذه الصداقة. أما من أعماله الأدبية الغير المطبوعة قناديل عامودة الجزء الثاني، صدى المعاني الجزء الثاني، قراءات في كتب أدبية، سيدة الأقدار عبارة عن مجموعة شعرية. الشاعر والصحفي نصر محمد كتب الشعر حتى يشاهد نفسه يشق عباب السماء بترنيمة مرهفة ينحته الحبيبات نحتا على حائط الذكريات. يكتب الشعر للغرباء، للنائمين على الأرصفة، للحفاة العراة الذين يبيتون تحت سقوف الغراء بلا أرغفة، للنازحين من الحرب يحترقون اشتياقا إلى الأمن والماء والخبز. لدينا ضيف آخر هو شاعر ومدقق لغوي، محمود بريمجة، يتحدث لنا عن الشاعر نصر محمد، فلنستمع معا إليه. الكاتب والشاعر الأستاذ الأخ نصر محمد من الأدباء الذين يعملون بجد ويريدون أن يتركوا بصمتهم النيرة على دفتر الحياة. له مجموعتان شعريتان وثلاثة كتب أيضا في مجال الأدب والفن، وربما لفت انتباهي كتابه الأخير الذي أصدره بعنوان قناديل عامودة. هذا الكتاب الذي يعتبر عملا أدبيا وتوثيقيا يتعرض فيه لترجمة حيوات 54 علما من أعلام عامودة الذين تركوا أثرهم البالغ في حياة أهل عامودة وهم على قيد الحياة، و30 علما آخرين رحلوا إلى ديار الخلد، إضافة إلى الباب الأخير من الكتاب الذي خصصه الكاتب للقصص والخواطر، التي أيضا محورها هذه القصص والخواطر مدينة عامودة وأهلها. في هذا الكتاب الذي نستطيع أن نصنفه ضمن تراجم الأعلام، يتوقف الكاتب ليس عند الشخصيات الأدبية من الشعراء والكتاب فحسب، إنما توقف عند رجال الدين، عند بعض الأطباء، عند الفنانين، الرسامين، النحاتين، وتوقف حتى عند بعض الشخصيات الأمية التي ليس لها حظ من الثقافة أو الشهادات العلمية العليا، ولكنها هذه الشخصيات تركت بأحداثها، بقصصها، بحكاياتها، بمغامراتها ما يلفت الانتباه في حياة أهل عامودة الذين تحدثوا عن قصص هذه الشخصيات أو هذه الشخصية وتواردوها عبر الأجيال التالية، وبذلك أصبحت من الشخصيات الخالدة في ذاكرة أهل عامودة. الكاتب نصر محمد من خلال هذا الكتاب ربما لا يريد أن يضيع مكنون ثقافي اجتماعي إنساني يخص أهالي عامودة، وربما يبقى كنزا نيرا في قادم الأزمان للأجيال القادمة الذين يريدون أن يعرفوا عن أهالي مدينتهم وأهاليهم كيف عاشوا وكيف كانوا يقضون حياتهم وتعاملاتهم فيما بينهم. قناديل عامودة هذا الكتاب توقفت عنده قليلا، هو عمل أدبي توثيقي يعكس الرؤى الثقافية والأدبية الاجتماعية لأهالي عامودة، لهذه المدينة الصغيرة في حجم عامودة، ربما الكبيرة في تنوعها والثقافي والإنساني. نصر محمد ليس مجرد شاعر وصحفي، بل هو صوت أدبي بارز يعبر عن آمال وآلام شعبه من خلال كلماته الصادقة. استطاع أن يجعل من الشعر وسيلة لنقل تجاربه الشخصية وتجارب مجتمعه إلى العالم من خلال مسيرته الغنية بالإبداع. يظل نموذجا للأديب الملتزم والذي يستخدم الكلمة أداة للتغيير
والتأثير. فلنستمع معا لكلمته الأخيرة. أتوجه بالشكر الجزيل للصديق الشاعر مروان شيخي مقدم برنامج قناديل، كما أتوجه بالشكر لكافة العاملين في هذا البرنامج، وأيضا الشكر الجزيل للأصدقاء الكتاب والشعراء الذين أدلوا بآرائهم عني، الناقد والكاتب ريبر هبون، الشاعر هجار بوطاني، الشاعر علي مراد، الكاتب والمدقق اللغوي محمود برنجي، والشاعر جيفارا معر. كما أتوجه بالجزيل الشكر لكافة المشاهدين والمتابعين الذين تابعونا اليوم. كانت لحظة رائعة بالنسبة لي أن أكون ضيفا عليكم في هذه الحلقة، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من محتوى الحلقة، وشكرا. أعزائي المشاهدين، الحديث والكتابة عن قنديلنا لهذا اليوم يطول، لكن حاولت قدر الاستطاعة التطرق لكافة نواحي حياته بإيجاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا وصلت بكم لنهاية الحلقة. أترككم بأمان الله، وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناة وفضائية روج آفا. إلى اللقاء.